بص، انا بصراحه كأي مواطن طبيعي رايح امبارح اغسل العربيه. فروحت المكان ما. فاول ما وصلت كده ببص، الراجل نفسه حسيته كده غريب. فالمهم ركنت العربيه ونزلت له. فقال لي ايوه. قلت له ايوه. قال لي اؤمر. قلت له انا جاي المغسله. قال لي ايوه، يعني عايز ايه؟ قلت له انا اكيد يعني العربيه مش بتكح مني فجايبها للدكتور. انا جاي مغسله عشان عايز اغسل العربيه. فقال لي طب تمام، ارمي وش عربيتك وارجع كده على الخشب ده وخش جوه المحل. هتعرف تعمل كده؟ قلت له ما تقلقش، انا الرخصه بتاعتي قدام وورا فبعرف ارجع. فالمهم راح جاي ايه، ركنت. قال لي ايوه، انت عايز بقى تعمل فيها ايه؟ قلت له يعني عايزك ترفعها وتغسلها من تحت كده وتروق عليها وتمام يعني. فقال لي طيب ماشي. فالمهم راح جاي بدأ يرفعها. بعد ما رفعها راح جاي جايب خرطوم المية وقعد يغسلها من تحت. فهو الطبيعي ان هو في تراب تحت وانت حطيت عليها مية فبتقلب بطينة، فهي الطينة بتنزل. فهو أول ما بدأت الطينة تنزل دي قال لي بص يا أستاذ، العربية فيها طينة. قلت له بجد والله؟ قال لي اه والله بص. فقلت له ايوه، هو حد قال لك ان انا نازل من السما؟ يعني حد قال لك ان انا جاي من زحل عليك؟ هو اكيد يعني العربية فيها طينة عشان انت حطيت مية على التراب. فهو بدأت الحياة مش هتبقى بيس اوف كيك، لازم كده يبقى هو صنايعي. فهو لازم هيبدأ يطلع لك حاجات ما تحت البديهيات. فالمهم راح جاي بعديها يسكت؟ لا ما يسكتش. راح جاي قال لي بص بقى ايه، انا جايب لك صابون اكسترا مستورد هنحطه من هنا تقلب بريء من هنا. قلت له مستورد مستورد يعني مش صابون سائل؟ قال لي لا لا، ده اسباني، ده بيجي لنا مخصوص. قلت له يعني مين اللي بيجيبه لك؟ ميسي اللي بيجيبه لك؟ هو في حاجه اسمها صابون اسباني؟ ما هو كلها بتغسل بصابون سائل. قال لي لا لا لا، دي حاجه مخصوص لينا واحنا مش عارف ايه وبتاع. قلت له طب تمام اعمل. فراح جاي مظبط الدنيا ومفوم العربية وبعد كده قعد يغسلها ومش عارف ايه وشطفها شطفة حلوة وكده. بعد كده بدأ يجيب 3 فوط كده ألوان مختلفة. والمشكلة ان هو بيحط من نفس الإزازة. كل ما يمسك لي فوطة يقول لي دي علشان الجلد بتاع الطابلو، ودي بتاع الأبانوس بتاع الطابلو، وانا اصلا ما عنديش أبانوس في الطابلو، ودي عشان خاطر تدي ريحة معطرة للعربية 3 فوطة. بس هو ما قاليش ان هي الريحه المعطره هتبقى بريحه الفسيخ. لا، ضحك عليا. انا كل ده عدى عادي وما فيش اي مشكله. انا كل اللي مضايقني ان انا النهارده اكتشفت ان الكابل بتاع البنزين متشال من مكانه. يعني قول لي انت عملت ايه عشان خاطر تخلي الكابل يطلع من المكان